السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انتي اول مرة تشوفيني صدقيني فاتك كتير. ما تنسيش تعملي لي متابعة وتفعلي زر الجرس على اليوتيوب وتعملي لي اكسبلور على التيك توك والانستجرام وتتابعي وصفاتي. بحاول اعمل لك وصفات لذيذة وسهلة وتقدري تعملي منها كمان مشاريع من البيت. الوصفة دي من الوصفات اللي تقدري تعمليها مشروع قائم بنفسه، هتقدري تعمليها بشكل وطعم خرافي. معايا نشا ومعايا دقيق ومعايا بيض ومعايا بيكنج باودر ومعايا سكر باودر ومعايا زبدة، وطبعا معايا فانيليا علشان بستخدم البيض. الزبدة بستخدمها بدرجة حرارة المطبخ بس ما تبقاش سايحة، يعني تبقى طالعة من التلاجة وبرودتها راحت شوية. بستخدم 125 جرام من الزبدة، بضربهم بالشكل اللي انت شايفاه ده لحد لما يبقوا كريمة. بحط عليهم 55 جرام من السكر. بصوا يا جماعة، انا عاملة المقدار ده 4 مرات، يعني انا مضاعفه المقدار 4 مرات. لو انت حابه تعملي مقدار واحد مفيش اي مشكله، حابه تضاعفيه تضاعفي كل المكونات. حطيت السكر بتاعي على الزبده وخفقتهم مع بعض لحد لما بقوا كريمي. بدات ان انا احط عليهم البيض. حطيت البيض، وطبعا طالما في بيض لازم نحط فانيليا. انا بحب استخدم الفانيليا ستايلر، ريحتها قويه وجميله. حطيت الفانيليا بتاعتي وقلبتهم مع بعض. وبدات بعد كده ان انا احط الدقيق بتاعي عباره عن 200 جرام دقيق، وعباره عن 15 جرام من النشا و5 جرام بيكنج باودر. الوصفه دي لازم فيها ميزان، يعني انا اسفه لو ما فيش ميزان مش هتقدري تعمليها. طلعت معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده. حسيت ان هي محتاجه معلقه دقيق، حطيت لها معلقه دقيق. للاربع مقادير حطيت معلقه دقيق واحده، يعني لو انت عامله مقدار واحد مش هتحتاجي دقيق اصلا. وبدات ان انا اقسم العجين بتاعي على اربع خلطات، يعني كل واحده اعملها بلون. عملت لون اورنج وعملت موف وعملت ازرق وعملت اصفر. تقدري تستخدمي الالوان اللي انت عايزاه او تعملي من غير الوان خالص، مفيش اي مشكله. بقلب اللون بتاعي لحد ما يبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده، يختلط بالعجين كويس قوي. تقدري تقلبيه بمعلقه وتقدري تقلبيه بايدك، بس خدي بالك عشان الالوان ما تمسكش في ايدك، فخدي بالك وانت بتقلبي ان انت تدمجي اللون الاول في العجين. دي الالوان بتاعتي اللي انا عملتها. وبدات ان انا اعمل بقى الكور الصغيره بتاعتي اللي احطها في الجهاز، وبدات اسخن الجهاز بتاعي. انا الجهاز بتاعي بياخد مقدار 4 جرام في كل عين. طبعا كل جهاز بيبقى له مقدار انت بتعرفيه حسب استخدامك له. انا الجهاز بتاعي بياخد 4 جرام بس، يعني ممكن كمان 3 جرام، يعني تحطي 3 جرام يبقوا مظبوطين كده. وبحطهم في الجهاز وبشغل عليهم، يا دوبك ابدا اشم ريحته اطفي، وابدا ان انا اشيل الجزئيه بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا لو سبت الجزئيه لحد لما الجهاز يفصل بلاقي ان الجزئيه بتاعتي اخدت لون غامق، انا مش حباه. الزيادات اللي فيها تقدري تشيليها اول ما تطلع، او تشيليها بالسكينه بعد ما تبرد خالص براحتها، مفيش اي مشكله. الزيادات دي مش بتترمي، الزيادات دي انا بحطها جوه الحشو بتاع الجزئيه، مش برميها، يعني عادي بحطها في قلبها. او ان انت تقدري تعملي بيها اي حاجه لاولادك، يعني مفيش اي مشكله. وتقدري تخلطيها على العجين اللي لسه فاضل، يعني اوعي ترمي اي حاجه. دي عباره عن بسكوته. عملت الخليط بتاعي كله، كل المقادير بتاعتي اللي انا عاملاها، كل الالوان اللي انا عاملاها، وطلعت بالشكل الرائع اللي انت شايفاه ده. طبعا انت لما بتظبطي ايدك في المقدار بتاع الخليط اللي بتحطيه بتطلع مظبوطه اهي من غير اي زيادات. يعني دي انا ما شلتش منها اي زيادات، هي طالعه مظبوطه. انا المقدار بتاعي المكنه بتاعتي بتاخد بالظبط 3 جرام ونص، فانا كنت بحط 3 جرام تقرب على الاربعه كده، لكن ما تحطيش 4 تقرب على الخمسة. بدات ان انا اعمل حشوات بقى لكل لون. بستخدم حشو، عملت حشو مع بعضه نوتيلا بيضه مع لوتس، وعملت نوتيلا بيضه لوحدها، وعملت سبريد فراوله، وعملت كندر، وفي شويه كمان عملتهم سبريد توت وسبريد التوت عشان اميزه. بقيت اعمل واحده جوزيه صفرة مثلا مع واحده جوزيه زرقاء، ودي في النص بينهم، عشان اميز ان اللون اللي معمول ميكس مع بعضه ده هو ده حشو لوحده. انا عملت كل لون حشو، وبدات ان انا احط المقدار بتاع الحشو على قد الجزيه، ما يبقاش كبير عليها، يعني يا دوبك على قدها كانك حاطه معلقه مساح كده، عشان لما تلزقيها في بعضها ما تطلعلكيش من المقدار بتاع الحشو ده بره. حشيت بقى كل لون بطعم مختلف. تقدري تستخدمي الحشوات اللي بتحبيها، وتقدري تعملي الوان كمان اكتر. تقدري يبقى ده مشروعك الخاص بيكي. بتتباع عادي بالوحده وبتتباع بالوزن. انت بتقدري تكلفتك حسب نوع الزبده اللي انت مستخدماها وحسب الحشوات اللي مستخدماها. تحطي المكسب بتاعك. طبعا ما تنسيش تحطي الكهرباء، تحطي تمن يعني مش تحطي تمن الجهاز مره واحده، لا بتحطي استهلاك للجهاز، يعني بيبقى نسبه بسيطه كده. ده لو انت هتعملي مشروع. لو هتعمليه لاولادك اعملي لهم الحشوات اللي هم بيحبوها. تقدري لو انت عندك ضيوف تعمليها حاجه هتشرفك، وفي العيد تعمليها حاجه كده روعه يا جماعه، وطعمها خرافي وبتدوب
بتدوب في البق دوب. كل اللي اكل منها عجبته جدا جدا جدا، وكل حشوة بتديكي طعم يوديكي في حتة تانية خالص. انا بحب النوتيلا البيضة مع اللوتس. وخدي بالك ان انا عملت الحشوات جوه الالوان مختلفة تعمل كونتراست معاها. يعني مثلا اللون الاورنج حشيته من جوه ابيض، واللون الاصفر حشيته من جوه بينك، واللون الموف حشيته من جوه ببيج، واللون الازرق حشيته من جوه بابيض مع جمل اللي هو اللون اللوتس مع النوتيلا البيضة. طلعت معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده، حاجة كده رائعة. ما تنسيش لو وصلتي للجزء ده ان انت تعملي لايك وشير للوصفة، يمكن غيرك محتاجها. وما تنسيش ان انا بعمل وصفات حلوة وعلى قد الايد وموجودة في كل بيت. الجهاز اللي انا استخدمته يا جماعة كان جهاز توكاني، موجود عند الناس بتوع مستلزمات الحلواني. تقدري تجيبي اي جهاز يناسبك. مع السلامة.